الجزائر دولة عربية غنية، لما تبص عليها خارجيا تلاقيها صاحبة واجب، بتقدم مساعدات لفلسطين ودول افريقيا، وبتحمي مصالح افريقيا من نفوذ الغرب وضد التدخل العسكري في النيجر، ومحافظة على علاقتها في الاستثمار مع روسيا والصين. ده غير صادراتها للغاز اللي بتعتمد عليها اوروبا بشكل كبير، واللي وصل ايرادها ل 21 مليار دولار، خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية. والعالم لا يمكن ينسى دورها مع نادي مانشستر سيتي في دوري الابطال. ده لما لقيت السعودية بتقوم الدوري بتاعها قالت والله ما يغلى عليكي. دولة تحسها كده كبيرة منطقتها، بس لما تبص عليها داخليا تلاقي عندها أزمة لوبيا فاصوليا وعدس أصفر. عدس أصفر؟ لا، حبة حبة عليها كده يا جدعان. شايفين الطوابير؟ غالبا الحكومة فاكرة إن الطوابير ديت بتدل على نجاح المنتج. تضييع وقت وصحة الناس في الجزائر ما كانش كفاية، قامت الحكومة مزودة الأسعار 60%. فلو أنت واقف في آخر الطابور وكيلو العدس عامل 275 درهم، اعمل حسابك في زيادة، لأن على ما يجي دورك هيكون وصل لسعر جرام الذهب. ليه يا جدعان أزمة زي دي تكون موجودة في دولة كبيرة زي الجزائر؟ ده ما كانش فيه مسؤول هيبقى قاعد في كرسي في الجزائر لو أيسر جزائري. لغاية هنا بقى ونقف. اهدى يا أيسر، اهدى في الجزائر، دي في الجزائر يا أيسر. يلا يلا بجامتك العدس بتاعك والسوبر ماركت، يلا يا حبيبي. احنا بقى بندور في تصريحات المسؤولين في الجزائر عن الأزمة، لقينا وزارة الفلاحة أصدرت بيان بتقول إن الحبوب والبقوليات مغرقة السوق، وإن الدولة ادت حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني. الناس بسرعة نزلت الشارع عشان تشتري، ما لقتش بقوليات. قالت الله، فين اللوبيا يا ولاد اللوبيا؟ ده احنا ساكتين لكم على ازمه انقطاع الكهرباء واسعار التكييفات وسوء اداره ازمات الفيضانات وانقطاع الميه وارتفاع اسعار اللحوم والاسماك وحرائق الغباء. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا جزائر؟ ده انتوا ناقصكم المسيح الدجال والايام هتكون قامت عندكم. ازاي الجزائر اللي بتكفي اوروبا غاز مش عارفه تكفي نفسها من سلع غذائيه؟ لا بقى، احنا محتاجين نعرف سبب الازمه دي كويس. الجزائر فيها ظاهرة غريبة، زيادة في أسعار البقوليات، ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية. ما هي أسباب ارتفاع هذه الأسعار؟ في احتكار، في ندرة، مفتعلات، بين قوسين جشع، لأنه هاد البارونات هما اللي بيتحكموا في السوق. هي مؤامرة. كل مخطط مدروس، ومن هو مكلف بتنفيذ هذا المخطط هم عملاء النظام الفرنسي. المواطن الجزائري لازم يكون عنده بعض من الوعي. لدينا مشكل سيكولوجي متعلق بثقافة المواطن. بعض الباب الإنتاج عنه تبديل يرفض الإيجار، يعني لازم يكون عنده سكن خاص به باسمه. المستهلك المفروض انه ما يشريش. خليني نصرح سي جلالي، انتم كفلاحين تكثروا تشكيوا بزاف، مسمح انت تشكي مالكش تحس بروحك فقط. شوف، خلونا هذا الفلاح نحسوا بانه عندنا اليوم فلاح متطور وفلاح حديث ويمارس الفلاحة العصرية. حضرتك احنا عايزين في الجزائر فلاح اي. معلش بقى، لازم الفلاحين في الجزائر يتعلموا برمجه عشان يغيروا في الصفات الوراثيه، ساعتها تعرف تزرع محشي بتنجان وتزرع كوسه باللحمه المفرومه. ادي عويضه، اعمل يد داونلود للمحصول يا هلا وشوف الساقيه مهنجه ليه. عارف الارض ايه يا سعديه؟ الكلام ده كان زمان، دلوقتي بفرمطها. روح اتعلمي تكيت حلب البقره. ده يا حكومي ما تنزل لنا 2 تيرا عدس برو ماكس وانتي فيروس يلم الدوده من الارض. يا بختك يا سندس، هتبقي مبرمجه يا بيه. ايوه بعد كده فلاحه جزائري مش لازم تحط تقاوي عشان غاليه، خليك فلاح حديث كده ورا لها حدوته وهي هتتعلم الدرس وتكبر. لو حصل جفاف اعزف لها سيمفونيه، صدقني هتعيط وتروي نفسها. بص يبست منك خالص، ارويها بقى بمشاعرك. عارفين عندنا في مصر مش بنقاوم الافات بالكيماوي. عارفين بنغني لها ايه؟ بنقول لها البطاطس البطاطس سخنه خالص سخنه خالص. ايوه احنا في مصر لما طبقنا نظام الاي اي على المحاصيل ادتنا نتائج مبهره جدا. بص اللفت عامل ازاي؟ بص مناخير البتنجانيه، لا مش كبيره، ان هي عندها مناخير اصلا. يعني تحس المحاصيل مشوهه نفسيا. ايوه العيب مش في الحكومه، العيب في السيستم. وبعدين معلش يعني المؤامره على البقوليات والحبوب واضحه جدا. هي مؤامرة. ايوه، مؤامره اللوبيا لضرب جهاز الدوله والجهاز الهضمي. انا اول ما سمعت بالازمه قلت اكيد في فول مدموس وسط الشعب. فوق بقى يا جزائريين، عملاء النظام الفرنسي. هم عملاء النظام الفرنسي جايين بقياده فاسوليون بونابرت، وهدفهم زرع البليله بين الحكومه والشعب. المستهلك المفروض انه ما يشريش. ده على اساس يعني ان المستهلك بيعدي على ثلاجات اللحوم والفراخ والاسماك وبيختار البقوليات. خلاص يا جزائري بقى بطل شكوى، لقينا حل البقوليات، وان شاء الله المنظومه الزراعيه كلها هتخلص بالاي اي. ممكن بقى الحكومه توضح ايه حل مشكله تانية زي الكهرباء مثلا؟
ربما نذكر المواطنين ببعض الإجراءات التي يجب أن يتخذوها. الأفضل الإنسان ما يديرش المكيف في البيت اللي راح يرقد فيها. ينجم من هذا الاستهلاك المفرط للمكيفات الهوائية والمروحية أيضا إرهاق للجسم. الاستعمال المفرط للمكيفات الهوائية راح يشعر بالحر. المواطن لازم يقوم بالتأقلم مع هذه الوضعيات الجوية، يعرف واش يلبس، يعرف كيفاش يشرب، لازم نحاولوا نعيشوا معها كمواطنين بسطاء باش نتأقلموا مع هذه الوضعيات. أجدادنا كانوا يقوموا بالأنشطة الفلاحية، بناء إلى آخره، تكون في الساعات المبكرة وين تكون درجة الحرارة منخفضة، هذا يجنبنا التأثر بالحرارة. صح، مش هنتأثر بالحرارة لو صحينا الصبح بدري زي أجدادنا وبدأنا نبني فعلا. لا هو مش هيحصل حاجة، بس صوت الشاكوش احتمال يأثر في الناس اللي نايمة فيصحوش. معايا؟ وانتوا ليه جايبين دكتور يشتم في التكييف ويقول لنا اصحوا الصبح بدري خلاص اللي وراكم؟ اصل بالمنطق ده يا دكتور انا متاكد ان السماعات اللي انت في ودنك ديت بتسمع فيها اغاني. بس ارجع اقول يا جماعه الحمد لله ان في ازمه بقوليات في الجزائر، اصل بقوليات في غازات ومفيش مراوح كارثه بيها في الاوضه فورا. مروحيه ايضا ارهاق للجسم. حضرتك المروحه هترهق الجسم لو انا متعلق فيها او هنقعد نبص لها كده وهي بتلف، ساعتها فعلا يعني هترهقنا جدا. ولا انت قصدك ان المروحه ديت مش سالكه فعلا عشان بتلف وتدور؟ هو بالنسبه للتكييف هو فعلا في بعض السلبيات، بس الحر في الدرجات المرتفعه مش هيخلي عند الجسم اصلا عشان يتاذى. ما يديرش المكيف في البيت. ايوه، سيب التكييف في الشارع كده زي الكولدير. بص ركب الوحده الخارجيه جوه اوضتك عشان حتى لما الكهرباء تيجي صوتها يصحيك. فرصه. المواطن لازم يقوم بالتأقلم. يتأقلم ازاي معلش؟ يعني يطلع له صدف مثلا ولا يتحول من ذوات الدم البارد؟ تحب نتحول سحالي؟ بص هو على حسب نظريه التطور فالكلام ده ممكن، بس الديناصورات حاولت قبلنا وفشلت، عايزين احنا نتأقلم. اجدادنا كانوا يقوموا بالانشطه الفلاحيه في الساعات المبكره. اجدادنا معلش. لا بص انت الصح انك تبقى عارف وانت نازل هتلبس ايه بالظبط، يعرف وش يلبس. البس على حسب المشوار. بص رايح طابور عدس البس اصفر، رايح طابور فاصوليا البس ابيض، مش عاجبك كل ده ورايح تشتكي البس خازوق بقى. معلش بقى جزائريين بقى لازم نستحمل شويه، امال اختفاء السلع هنعالجه بالاي اي، وازمه الكهرباء هنعالجها بالتاقلم. الحكومه مش فاضيه تناشق اصلا، سيبهم يا عم في حالهم، تلاقيهم يا عيني بيدوروا دلوقتي على حل لازمه الفيضان. بعد الأمطار الطوفانية انهيار البنايات وتشقق الطرقات، ما هي الأسباب التي أصبحت تؤدي لذلك؟ الأستاذة حسينة حماش الخبيرة في البناء والتعمير، في اعتقادك ما هي أبرز الأسباب اللي أصبحت تؤدي إلى مثل هذه الكوارث؟ مع هذه التغيرات ممكن أننا سنعيش كوارث يعني في العالم كله، يعني ماشي غير في الجزائر. وشفنا في إيطاليا الأمس كذلك فيضانات ما نقدروش نتحكموا في الماء، هذا أمر يعني معروف. وحتى نوح بنى سفينة وقال له الله تعالى خذ من كل الحشرات والحيوانات ذكر وأنثى باش يعاودوا يحيوا المجتمع الإنساني. لا أنا بس خايف بعد ما تبنوا السفينة الحكومة تعمل فيها فتحة عشان الراجل اللي بياخد كل سفينة غصب. يعني الموضوع انتقل من فشل الحكومة لخطر من ربنا. أنا خايف أفتح معاكم موضوع فرص العمل تقولوا لأ دي من أساطير الأولين. واضح كده فعلا إن الجزائر بقت عايزة معجزة. والله المعجزات لو بتتكرر فمستحيل كلنا ننجو. دلوقتي ما بقاش في ذكر وأنثى. حضرتك ما بتشوفيش نتفليكس ولا إيه؟ ده في كائنات في الإعلام مش باين لهم حتى جنس ولا ملة. على عمرو. يا رب. وبعدين إجراءات السفينة هتعطل ناس كتير كمان. ده في عيلة جزائرية نهبت 36 مليار دولار. يعني دي لو عايزة تنجو مش محتاجة سفينة، محتاجة طيارة خاصة. عموما أنا متأكد إن ربنا مش هيعاقب الشعب الجزائري بالفيضان. لأن الحكومة كفاية عليهم. عيب لما تكون حضرتك خبيرة في البناء والتعمير وتقولي كده. ما نقدروش نتحكموا في الماء. حضرتك إحنا مش بنقولك شق البحر، لكن في اختراع اسمه السدود. ده حيوان القندس عارف السدود وأنت لأ. إزاي ما نعرفش نتحكم في المية؟ ومش حضرتك بتفتحي الحنفية تنزل مية؟ تتحكم في المية ولا لأ؟ ولا أنت كل ما بتحبي تغسلي إيدك تروحي تنطي في الفيضان؟ حضرتك دي مش أول مرة يحصل فيضان عشان تقولي عقاب من ربنا وقضاء وقدر. في إيطاليا كذلك فيضانات. إيطاليا فيها أكتر من 500 سد في الوقت اللي الجزائر ما فيش حتى ربع العدد ده. كل سنة في الجزائر الأمطار والسيول بتحصل فيها فيضانات والناس بتموت. أتمنى السنة الجاية يحصل استعداد من الحكومة الجزائرية عشان حتى على الأقل نقلل الأضرار على المواطن. هي دي بقى مشكلتنا في الوطن العربي، عندنا خشب بدل ما نبني سد نعمل بيه سفينة. بسبب كل المشاكل ديت لو بصينا على نسب الهجرة في الجزائر نلاقي الشعب الجزائري من أكتر المهاجرين لأوروبا. بس الحمد لله يا جدعان
وزير السياحه الجزائري نزل الشارع بنفسه عشان يكلم المواطنين والشباب ويوعدهم بحلول حقيقيه عشان يقلل من الهجره لفرنسا. لا هذا من الواجب اوليدي هكذا باش تعرفوا بلي بلادكم كبيره وغنيه، فيها طبيعه فيها بحر، فيها جبل، فيها صحراء الى اخره، وهذا باش يخلينا بني اولادنا الكل يحبوا البلاد ويحبوا الجزائر هكذا، باش غدوه ان شاء الله كي تكبر قول لي درك، قول لي ما نحركش، قول لي درك ما نحركش. حبيبي اوعى تهاجر، هكلمك بكره او اسمع صوت امواج. لا يا سياده الوزير ما تخافش ان شاء الله مش هاجر طبعا، لا يلا مع السلامه. سلام. ماشي جاي لك يا فرنسا. يا سياده الوزير الشاب واقف على البحر وقلع اصلا، تحس مستعد يشق البحر عشان يوصل فرنسا. فيها بحر فيها جبل. بس كده بكده اقنعته انه ما يسافرش؟ ده اكيد الشاب منبهر جدا، جزائري بقاله حاجه و20 سنه وتلاقي لسه مكتشف منك ان الجزائر فيها بحر وجبل. طب يا اخي نوع في المعلومات حتى عن البلد، مش لازم حتى معلومه سياحيه. كبيره وغنيه. لا كبيره واكيد الشباب الجزائري كله عارفها، لكن غنيه محدش يعرفها غيرك انت والمسؤولين الجزائريين. الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها ان الشاب ده كان متردد يسافر قبل لقاء الوزير، بس بعد لقاء الوزير اتاكد انه لازم يسافر. بصراحه مش لاقي حاجه اقولها، بس انسب حاجه تشرح وضع الجزائر دلوقتي هي صوره الشاب ده. تحسه عايز يقول للوزير ياه انا اول مره اشوف حد كلامه شبهي كده. شاب جزائري واقف على الشط بقميص مقفول على الاخر، عامل شعره على جنب ولابس نظاره نصرت وراسم على وشه الجوكر. طبعا انت مش فاهم اي حاجه، بالظبط زي الشعب الجزائري